النهاردة هنبدأ أول دروس الدراسات الاجتماعية، وهو موقع وطننا العربي. إيه هو موقع وطننا العربي ده بقى؟ مش الوطن بتاعنا وبلدنا اسمها مصر؟ أيوة، هقول لكم أيوة. طب إيه بقى وطننا العربي اللي أنت عايزني أعرف موقعه ده؟ هقولك. مصر بلدنا دي اللي هي بلدنا اللي أنا وأنت بنعيش فيها. جنب مصر دي بقى شوية دول بيتكلموا عربي زينا بالظبط. بنقول على شوية الدول اللي بيتكلموا عربي ومن ضمنهم مصر الدول العربية، عشان الدول دي كلهم بيتكلموا عربي، فاحنا عشان كده اطلقنا عليها الدول العربية. طيب هما كام دولة على بعضهم كده؟ قالك 22 دولة. يبقى عدد الدول العربية اللي بيتكلموا عربي من ضمنهم مصر كام دولة يا ولاد؟ قالك 22 دولة. طيب يا ولاد، ال 22 دولة دول بيشتركوا بس في اللغة؟ هقولك لأ، دول بيشتركوا في 3 حاجات تاني. أول حاجة بيشتركوا فيها اللي هي التاريخ. لما تيجي تشوف تاريخ كل بلد من ال 22 دول هتلاقيهم مشتركين في نفس التاريخ. تاني حاجة اللغة، زي ما احنا قلت لكم اللغة من كلهم بيتكلموا اللغة العربية. تالت حاجة اللي هي الثقافة، انهم مشتركين في العادات والتقاليد واللبس والحاجات الصح والحاجات الغلط. يعني احنا نفس العادات بتاعتهم، هم نفس العادات بتاعتنا ال 22 دولة. يبقى انا عندي ال 22 دولة دول بيشتركوا في قال لكم التاريخ واللغة والثقافة، بيشتركوا في 3 حاجات احفظوهم. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف اللي هم ال 22 دولة دول موجودين فين بالظبط. يعني عايزين نعرف موقعهم. وطبعا احنا في الدراسات لما نيجي نعرف الموقع او المكان نطلق عليه الموقع الجغرافي. هو انا عايزك تقول لي بقى الموقع الجغرافي للدول العربية. الدول العربية دي فين يعني؟ اقول لك. لو جبت لك خريطة العالم في الحتة اللي انا معلم عليها دايرة دي، هتلاقي ال 22 دولة اللي هم الدول العربية، اللي منهم طبعا بلدنا مصر. طب الحتة اللي احنا علمنا عليها دي فين بالظبط على الخريطة؟ هقول لك في النص. مش دي اسيا ودي افريقيا ودي اوروبا؟ هم ال 22 دولة دول بيقعوا فين؟ هقول له في الوسط. يعني في وسط اسيا وافريقيا واوروبا. ولو انت فاكر ال3 قارات اللي انا قلت لك عليهم دول كنا بنقول عليهم ايه قبل كده؟ قارات العالم القديم. يبقى لما حد يسألني ويقول لي موقع الدول العربية دي فين، اقول له وسط قارات العالم القديم. يبقى بيقع وسط قارات العالم الايه القديم، بين اسيا وافريقيا واوروبا. طب ال 22 دولة دول اللي هم الدول العربية موجودين في انهي قارة بالظبط؟ هقول لك. قال لك من شوية دول موجودين في افريقيا وشوية دول موجودين في اسيا. يبقى كده يا ولاد الدول العربية موجودة في دولة ايه ودولة ايه؟ هنقول له اسيا وافريقيا. يبقى كده الوطن العربي يوجد في وسط قارات العالم القديم في قارتي اسيا وافريقيا. انا عايز بقى اشوف ال 22 دولة دول بشكل اكبر وبشكل ايه اوضح، عشان اعرف ايه الاشياء اللي موجودة في ال 22 دولة، ايه اللي في شمالهم وايه اللي في جنوبهم وايه اللي في غربهم وايه اللي في شرقهم. اقول لك، لو جينا قطعنا الحتة اللي احنا علمنا عليها دي وكبرناها هيبقى شكلها كده بالظبط. هي دي بقى خريطة الوطن العربي. انت عايز تعرف ايه بقى عن الدول العربية دي؟ هقول لك انا عايز اعرف الموقع الجغرافي بتاعهم. يعني فوق في الشمال موجود ايه، وفي الجنوب تحت موجود ايه، وعلى ايد اليمين في الشرق موجود ايه، وعلى ايد الشمال في الغرب موجود ايه. هقول لك، لو جينا نبص في الشمال هنلاقي الدايرة اللي انا علمت عليها دي اسمها البحر المتوسط. بس لا، هقول لك لا، في هنا برضو في الحتة دي في حتة اسمها جبال طوروس. يبقى كده انا عندي في شمال الوطن العربي في حاجتين، البحر المتوسط وجبال طوروس. تمام. طب تحت قالك عندك 3 حاجات. عندك المحيط الهندي، وعندك الحتة دي بحر عمان. عفوا، بحر اول مرة هناخده اللي هو البحر العربي مش بحر عمان، اسف. تحس كده من هو جزء من المية بتاعت المحيط الهندي عادي. المهم الحتة دي بقى اسمها ايه؟ البحر العربي.
يبقى الحتة اللي تحت الدول العربية دي بقى اسمها ايه؟ قال لك الصحراء الكبرى. قال لك ال 22 دولة دي لما اجي اشوف جنوبهم من تحت هلاقي ايه؟ هلاقي 3 حاجات. قال لك المحيط الهندي والبحر العربي والصحراء الكبرى. طب تعالى نشوف شرقهم يعني على ايدي اليمين ايه. برضو عندك 3 حاجات. الحتة دي اسمها الخليج العربي، والحتة دي اسمها خليج عمان، اما الحتة دي اسمها جبال زاجرس. تاني كده، في الشرق كام حاجة؟ 3. جبال الخليج العربي وخليج عمان وجبال زاجرس. تمام. طب في الغرب عندك ايه؟ يعني على ايدك الشمال عندك حاجة واحدة بس اللي هو المحيط الأطلنطي. احنا دلوقتي جبنا الموقع الجغرافي. يعني ايه الموقع الجغرافي؟ اللي هي الحاجات اللي حوالين ال 22 دولة. طب الجزء ده يا ولاد بيجي ازاي في الامتحان؟ هقول لك. ممكن يجيب لك سؤال ويقول لك اكمل. يقع الوطن العربي وسط قارات العالم نقط. هقول له وسط قارات العالم القديم من غير تفكير. تمام. ممكن برضو يجيب لي سؤال تاني يقول لي اكمل. تمتد اراضي الوطن العربي وسط قارتي. يعني ال 22 دولة دول موجودين في قارة واحدة ولا 2؟ طبعا في قارتين اللي هي اسيا وافريقيا. ممكن برضو يجيب لي سؤال اختر الاجابة الصحيحة. ممكن يقول لي يحد الوطن العربي غربا المحيط، يعني على ايد الشمال. اقول له مفيش اسهل من ده، المحيط الاطلنطي. ولو جاب لي سؤال اختر برضو تاني، قال لك يقع البحر المتوسط بالنسبة للوطن العربي في جهة. البحر المتوسط موجود فوق يعني فوق، يعني موجود في الشمال ولا الجنوب ولا الغرب ولا الشرق؟ طبعا هنقول له في الشمال فوق. هو وايه؟ طيب هو جبال طوروس اللي موجودين فوق. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا موقع الوطن العربي وعرفنا موجود فين بالظبط وايه هي الحاجات اللي حواليه، كلمني بقى شوية عن الدول العربية اللي عددهم 22 دولة. طيب انت عايز تعرف عنهم ايه تاني؟ اقول لك مساحتهم. الدول دي على بعضها كده لو قسناهم هتطلع مساحتهم كام؟ بيقول لك لو جيت تقيس مساحتهم قال لك هيطلعوا 13 مليون كيلو متر مربع. يبقى الدول العربية اللي عددهم 22 دولة اللي بيتكلموا عربي دول مساحتهم كام يا اولاد؟ قال لك 13 مليون كيلو متر ايه مربع. طب احنا اتفقنا ال 22 دولة دول موجود شوية في قارة ايه وشوية في قارة ايه؟ قال لك شوية في قارة اسيا وشوية في قارة افريقيا. طيب كم دولة بقى في اسيا وكم دولة في افريقيا؟ اقول لك عندنا 12 دولة عربية في اسيا و10 دول عربية في افريقيا. بس استنى هنا، انت لو جيت تبص على الخريطة هتلاقي الجزء اللي في افريقيا اكبر بكتير من الجزء اللي في اسيا. هقول لك فعلا الجزء بتاع افريقيا ده 72% من الوطن العربي، ومع ذلك في 10 دول. اما الجزء اللي في اسيا يدوب مساحته تقريبا 28% من المساحة الكلية وفيه 12 دولة. ازاي الكلام ده؟ قالك ال10 دول اللي في افريقيا مساحة الدول فيها كبيرة. اما بقى الدول اللي موجودة في قارة اسيا الدول هناك معظمها صغيرة جدا، لدرجة انك لما تيجي تشوف اكبر دول الوطن العربي هتلاقيها في قارة افريقيا وهي الجزائر. اما بقى لما تيجي تشوف اصغر دول الوطن العربي هتلاقيها في الناحية بتاعت اسيا وهي البحرين. وقال لك بقى لما تيجي تبص على الدول هتلاقي الدول دي جنب بعضها ولا جزء في اسيا وجزء في افريقيا؟ اقول له لا طبعا جزء في اسيا وجزء في افريقيا، عشان احنا قلنا من هي الوطن العربي ده بيقع بين دولتي اسيا وافريقيا في المنتصف. في البحر الاحمر ده قاسم دول عن دول. حلو، يبقى دي ناحية ودي حلو ودي ناحية. فقال لك وانت بتتكلم عن الدول اللي في اسيا نطلق عليها دول الجناح الاسيوي، ولما تيجي تتكلم عن الدول اللي في افريقيا دول الجناح الافريقي. طب هو مطلوب مني اعرف ايه في الدول دي؟ مطلوب مني اعرف اماكن الدول، يعني مصر مكانها فين، الجزائر مكانها فين على الخريطة، تحفظها بعينك ومرة في التانية هتلاقي نفسك حفظتها. طب هو ممكن يسألني على الجزء ده؟ اقول لك ايوه طبعا. يجي يقول لك اختر الإجابة الصحيحة. أكبر الدول العربية من حيث المساحة أو من غير تفكير خالص أقول له الجزائر. أما بقى لو سألك وقال لك أصغر الدول العربية من حيث المساحة هي دولة، أقول له البحرين. ممكن يجي يقول لك برضه توجد النسبة الأكبر من مساحة الوطن العربي في قارة إيه؟ يعني الناحية الكبيرة في المساحة مش في عدد الدول، هقول له في قارة إفريقيا.
لأن الدول اللي في أفريقيا اللي هم 10 بس مساحتهم كبيرة، فواخدين 72% من مساحة الوطن العربي. أما ال 12 دولة اللي عددهم أكتر ولكن مساحتهم صغيرة موجودين في آسيا. كده احنا اتكلمنا عن موقع الوطن العربي والمكان وايه الحاجات اللي بتحيط بدول الوطن العربي في الشمال والجنوب والغرب والشرق. هندخل بقى على حاجة جديدة وهي أهمية موقع الوطن العربي. تسألني وتقولي الموقع مهم ازاي؟ هقولك عندنا 3 أهميات للوطن العربي. عندنا الأهمية الاقتصادية، وعندنا الأهمية الدينية، وعندنا الأهمية الحضارية والثقافية. يبقى تاني عندنا كام أهمية لموقع الوطن العربي؟ 3: الأهمية الاقتصادية والدينية والحضارية والثقافية. طب أنا عايز أعرف إزاي مهم اقتصاديا وإزاي مهم دينيا وإزاي مهم حضاريا وثقافيا. أقول لك يلا نتكلم بقى عن الأهمية الدينية. عفوا، هنبدأ بالأهمية الاقتصادية الأول للوطن العربي. هو ليه الوطن العربي مهم اقتصاديا؟ يعني إيه أصلا؟ اقتصاديا يعني بيتحكم في التجارة والبيع والشراء وحركة السفن. ليه؟ قالك لأن الوطن العربي اللي هو 22 دولة دول موجودين على أهم بحار تجارية. انت عندك البحر الأحمر وعندك البحر المتوسط وكمان عندك خليج اسمه الخليج العربي. تيجي تسألني وتقول لي يا أستاذ هو الخليج العربي ده مهم؟ أقولك طبعا مهم، لأن السفن اللي تطلع محملة بترول بتطلع منه، يبقى هو مهم جدا جدا جدا. يبقى أنا عندي الأهمية الاقتصادية أول حاجة لأن الوطن العربي يقع على بحار، مش أي بحار، دي بحار ذات أهمية تجارية. يبقى يقع على بحار ذات أهمية تجارية. زي زي البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. طب هي بس دي الأهمية الاقتصادية بتاعته؟ أقول له لأ، وبيتحكم في أهم الممرات البحرية والطرق التجارية. يعني أقول لك بقى، لو جينا كده بصينا على الخريطة هنلاقي في حتت ضيقة. الحتت الضيقة دي، الحتت اللي أنا علمت دي عليها ركز فيها. يعني الحتة الضيقة دي والسفينة بتمر منها وهي معدية مثلا من الخليج العربي عشان تخش الحتة اللي هي اسمها خليج عمان ده، الحتة دي ضيقة فبنقول عليها مضيق. وكمان برضو عندك الحتة الضيقة دي يعني جاية من خليج عدن، لازم تعدي في الحتة دي عشان توصل للبحر الأحمر. وكمان برضو عندك الحتة الضيقة دي لو السفينة جاية وهتعدي من المحيط الأطلنطي عشان توصل للبحر المتوسط. طب انت كده عندك كم حتة ضيقة تقول عليهم مضيق؟ عندي 3. طب انا عايز اعرف اسمائهم. هقول لك الحتة دي اللي هي اول حتة اللي هي عند خليج عدن دي اسمها مضيق هرمز، اسمها مضيق هرمز اللي هي عند خليج عدن. والحتة اللي هي عند خليج عدن والبحر الأحمر اسمها مضيق باب المندب، باب المندب. والحتة الضيقة دي اللي عند المحيط الهادي اسمها مضيق جبل طارق، جبل طارق. طب ما عنديش حاجة تانية ممرات بتعدي فيها السفن؟ هقول لك عندنا ممر قناة السويس اللي عندنا في مصر، اللي بتربط لي البحر الأحمر بالبحر المتوسط. يبقى احنا عندنا 3 اللي بتربط لي البحر الأحمر بالبحر المتوسط. يبقى احنا عندنا 3 مضايق وقناة السويس، دي بنقول عليهم ممرات بحرية. بس كده؟ لا، عندك الطرق التجارية، يعني أي سفن رايحة الشرق رايحة الغرب بتعدي علينا، يعني تدفع لنا فلوس عشان تعدي. مش احنا في النص زي ما احنا قلنا بين آسيا وأفريقيا، فبتعدي علينا أي سفن رايحة الشرق أو الغرب لازم تعدي علينا. فكده بنتحكم في أهم وأهم أهم الممرات البحرية والطرق التجارية. هنا بقى بيجيله سؤال ازاي؟ هيجي يقول لي بما تفسر أهمية الوطن العربي اقتصاديا. هنقول له الحاجات اللي أنا قلتها لكم من شوية، اللي هو يقع على بحار ذات أهمية زي البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. وتاني حاجة يتحكم في أهم الممرات البحرية والطرق التجارية. طب بالنسبة بقى للأهمية الدينية، الوطن العربي 22 دولة دول مؤمن في هقول لك، مش احنا بنعبد ربنا وفي ديانات تانية، في ناس اسمهم المسلمين وناس اسمهم المسيحيين وفي اليهود؟ أيوة، دي اسمها الديانات السماوية، يعني الديانات اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها على الأنبياء أيام زمان عشان يعرفوا الناس ازاي يعبدوا ربنا. فاحنا عندنا 3 ديانات سماوية نزلوا على الأنبياء.
نزلوا فين؟ قالك نزلوا في الوطن العربي. أيوة نزلوا في الوطن العربي. يبقى الأهمية الدينية للوطن العربي أقول له موطن الديانات السماوية، يعني مكان الديانات السماوية اللي هي الإسلامية والمسيحية واليهودية. طب وإيه كمان؟ قالك والأماكن المقدسة هتلاقيها موجودة في الوطن العربي. أماكن مقدسة أيوة زي الكعبة اللي موجودة في السعودية. عندك كمان كنيسة القيامة دي موجودة في فلسطين، وده مكان مهم جدا جدا للمسيحيين. وعندك كمان الأزهر الشريف، وده من أشهر الأماكن الدينية الموجودة في مصر. يبقى كده الوطن العربي مهم دينيا ولا مش مهم؟ مهم طبعا. السؤال هنا بيجي ازاي؟ هيقول لك أهمية الموقع، أهمية الوطن العربي دينيا. بما تفسر أهمية الوطن العربي دينيا، أقول لك لأنها موطن الديانات السماوية ويوجد فيه الأماكن المقدسة. تمام. وتذكر له يعني موطن الديانات السماوية في المسيحية والإسلامية واليهودية وكده يعني. طيب كده احنا عرفنا الأهمية الدينية والأهمية الاقتصادية. أنا دلوقتي بقى عايز أعرف الأهمية الحضارية والثقافية. يعني إيه أصلا أهمية حضارية؟ هقولك لو رجعنا بالزمن لورا جدا، أيام ما الناس كانوا عايشين، أيام زمان كانوا بيبنوا بيوت وعاملين حاجات كتيرة جدا. الحاجات اللي عملوها أيام زمان ولسه قاعدة لحد دلوقتي دي بنقول عليها الحضارة. لأن الناس دي عرفوا عملوا مباني وعرفوا الزراعة، علمونا حاجات لغاية دلوقتي احنا لسه بنستفاد بيها، هم اكتشفوها أيام زمان. يبقى الوطن العربي طلع مهم حضاريا وثقافيا ليه؟ قالك لأن قامت على أرضه أقدم الحضارات. زي إيه؟ أول حاجة زي الحضارة المصرية القديمة. أجدادنا المصريين القدماء اللي عملوا الأهرامات وعملوا معابد وعرفوا زراعة وكل الحاجات دي، كانوا عايشين في دولة من دول الوطن العربي وهي مصر. عندك كمان حضارة بلاد العراق القديمة. العراق دي دولة عربية، كان عندهم أيام زمان حضارة اسمها حضارة بلاد العراق القديمة. الناس دول عملوا حضارة كبيرة جدا، العالم كله اتعلم منهم. كمان عندنا حضارة اسمها حضارة بلاد الشام. عارف انت الحتة بتاعت فلسطين والشام والأردن، الحتة دي اسمها بلاد الشام، وسوريا من ضمنهم اسمها بلاد الشام. السؤال هنا بيجي برضو بما تفسر أهمية الوطن العربي حضاريا وثقافيا، هنقول له الحاجات اللي قلناهم. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا. بس استنى، قالك انا عايزك تعرف شوية معلومات عشان مفيش حاجة تقف قدامك خالص. زي ايه؟ التراث المشترك بين الدول العربية، ايه السبب فيه؟ ليه الثقافة وشكل ال22 دولة مشتركين في كل حاجة؟ قالك بسبب اللغة العربية والدين الإسلامي، عشان كلهم بيتكلموا اللغة العربية، وأصلا معظم الدول دي كلها بتعتنق الدين الإسلامي وكلهم مسلمين معظمهم. وبالتالي اللغة والدين خلوا التراث الثقافي واحد. تراث ثقافي واحد، يعني اللغة والدين وحدت التراث بتاعهم. قالك كمان دي كمان الدول دي عندها قيم اجتماعية. زي ايه؟ زي الروابط الأسرية، الأسرة مترابطة. مش زي الدول التانية، في دول لما الابن بيكبر بيسيب أبوه وأمه ويروح يعيش في مكان تاني بعيد عنهم وميسألش عنهم. لا عندنا في الدول العربية في روابط أسرية، بنسأل على بعض وكده. وتاني حاجة اللي هي العادات والتقاليد. كمان الدول دي بتحسن ظروفها عن طريق حاجتين: الاهتمام بالتعليم والصحة. ودي أضف إلى معلوماتك. يعني إيه أضف إلى معلوماتك؟ يعني دي معلومات موجودة في التدريبات على الدرس، لازم تكون عارفها عشان لو جالك سؤال فيها.